السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا انا جايبه لكم النهارده طريقه عمل مولتو بالشوكولاته. طبعا يلا نبدا كده الفيديو ونقول هنعمل ايه مع بعض. طبعا دي كده انا بوريكم يعني ان هي هشه وطريه وجميله جدا. طبعا احنا كده هنجيب بوله ومعانا علبه زبادي، معانا دقيق، ومعانا الشوكولات، ومعانا نص معلقه سكر. اول حاجه ان احنا نعملها ان احنا هنفضي علبه الزبادي، هننزل بيها بالكميه كلها، وبعد كده هننزل بنص معلقة السكر، وهنبدأ ان احنا ندوبهم مع بعضيهم تدريجيا. يعني احنا لازم ان احنا ندوب الزبادي مع السكر كويس، علشان خاطر الدقيق لما يجي ينزل على الزبادي يعني، والمكونات اللي انا عملتها ما تبقاش فيه الدقيق ما يبقاش فيه حبيبات والكلام ده. تمام. طبعا كده انا هبدأ ان انا هدوب مع نص معلقة السكر مع الزبادي زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنجيب الدقيق، نفس علبة الزبادي هنعاير بيها الدقيق في نفس علبة الزبادي. هنحط يعني هننزل علبتين اتنين زبادي بس اللي هو الدقيق يعني. هنعبي دقيق في علبة الزبادي وهننزل بيهم بكميتين يعني بعلبتين. يبقى كوباية الزبادي عليها نص معلقة سكر مع كوبايتين اتنين من الزبادي دقيق. تمام. يعني اهو زي ما انتم شايفين. بعد كده يا حبايبي ان انا هبدأ ان انا اقلب الخليط مع بعضه. بس كده. وبعد كده وانت بتعمليه يعني بتدمجيه الاول كده مع بعضه. لو انت عندك حليب يعني لبن بودرة، حطي نص معلقة او ربع. تمام. لو مش عندك مش متوفر عندك خلاص. لو انت متوفر عندك لبن حليب، حطي برضو معلقة لبن، يعني حسب الكمية اللي قدامك. تمام. بس انا مش هحط كتير، انا هحط حوالي معلقة كبيرة لبن. تمام. لان انا يعني الزبادي اساسا مخليها طريه جدا وناعمه. فطبعا كده هبدا ان انا اجيب بقى اللبن. كان عندي متوفر عندي اللبن الحليب، فانا هحط يعني حوالي معلقه كبيره. تمام. بعد كده هبدا ان انا خلاص بقى ان انا هبدا ان انا اعجنها كده ببعضيها. طبعا يا حبايبي عشان خاطر تعرفوا ان العجينه تبقى كويسه ازاي بتاعه المولتو، ان هي لازم يكون ان هي اساسا يكون ان هي بتلزق كده في ايديكي. تمام. ما تقلقيش تقوليش اللي هي بايظه تحطي دقيق والكلام ده، لا، سيبيها. يعني انتي تنيكي اعملي بس فيها كده كويس وعجنيها كويس، وسيبيها في قلب البوله بتاعتها. على ما يعني ان هي بس هي ما فيهاش خميره ولا فيهاش اي حاجه خالص، بس على انها ان هي تتشرب كده تبقى كويسه. تمام زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بعد كده هنسيبها بقى يعني تاخد راحتها ترتاح، بس ترتاح شويه طبعا. وانت تيجي تشيليها طبعا هتبقى ملزقه برضو. هنحط بقى كده على وشها شويه دقيق عشان نعرف نشيلها. تمام.